وهكذا من صفة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه كان يجبر الخواطر، خواطر الكبار والصغار والرجال والنساء، خواطر المهاجرين والأنصار، وكتب السنة طافحة بذلك بالأدلة على ذلك. ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام جبر خاطر المهاجرين عندما أتوا إليه كما في صحيح مسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور أهل الأموال، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: نعم. أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. فانظروا معاشر السامعين كيف جبر النبي صلى الله عليه وسلم خواطر هؤلاء المهاجرين، ودلهم على ما يعادل أو يوازي تلك الصدقة بالأموال من التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من الطاعات والقربات. وهكذا عليه الصلاة والسلام كان للأطفال نصيب من جبر خواطرهم. فقد روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، وفي رواية أحسبه قال فطيما. قال: فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل ورآه قال: يا أبا عمير ما فعل النغير، يداعبه ويجبر خاطره: يا أبا عمير ما فعل النغير. والنغير طائر صغير يشبه العصفور كان يلعب به. فهذا هو هديه وهذه سيرته عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا يجبر قلوب المنكسرين. فقد رأى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كما عند الترمذي منكسرا حزينا، فقال له: يا جابر، ما لي أراك منكسرا؟ قال: يا رسول الله، استشهد أبي وترك عيالا ودينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: أحيا الله أباك وكلمه كفاحا، أي مواجهة. وقال: يا عبدي، تمنى علي أعطيك. قال: يا رب، أن تحييني أو فتحييني مرة ثانية وأقتل في سبيله، لما للشهادة من المنزلة والمكانة العظيمة عند الله. فقال الرب عز وجل: إنه قد سبق القول مني أنهم لا يرجعون، إنه قد سبق القول مني أنهم لا يرجعون. وأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الآيات. فالشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام جبر الكسر الذي كان في قلب جابر. هو حزين على أبيه، ويا لله كم لفقد الأب في النفس من حزن. جبر خاطره عليه الصلاة والسلام وبشره بأن الله عز وجل لقي أباه وكلمه كفاحا مواجهة. وفي الحديث أيضا: ما كلم الله أحد قط إلا من وراء حجابه، وإنه أحيا أباك فكلمه كفاحا. منقبة عظيمة لعبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما والد جابر أن الله كلمه كفاحا إلى واسطة.